السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لايف جديد، تذكير جديد بإذن الله تعالى، بفضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. خيرات وبركات وكرامات تتنزل على المكثر من الصلاة على النبي المختار عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم وأنعم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وأنعم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الحشر والدين. عليكم السلام، أهلا وسهلا، مساء الخير بالجميع. تكبيس وشير ولايك إن شاء الله ينضم أكبر عدد من الناس ويتعرفوا على فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام، أهلا بكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحان الله يا جماعة، فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فضل واسع جدا. وسبحان الله، يعني من جعل الرحمة ومن جعل البركات ومن جعل الرفعات وجعل مغفرة الذنوب سبحان الله ومضاعفة الحسنات في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ده في المنصة الزرقاء يا صاحبة التعليق تقريبا. أيوة، كان الفيديو ده على فكرة قديم، لكن يا داب شايفاه كده، يا داب بدأ ينتشر عبر المنصة الزرقاء. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله يعني شوية شوية مع الأيام إن شاء الله، هو كمان حنتناول الحاجات دي برضو. عندك شخص لا سمح الله مصاب بالتوحد ولا حاجة؟ عليكم السلام، مساء الخير، أهلين بكم، مساء النور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ننتظر شوية لحد ما الناس يجوا. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. 5 سنوات ودخلتيها مركز ولا ما دخلتيها تدريب تأهيل؟ إن شاء الله ربنا يديها الصحة والعافية يا رب. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكل من كتب السلام عليكم. أهلين بكم في برنامج فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لمحة عن البرنامج يا جماعة، بيحكي أو بنتكلم عن فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وسبحان الله تأثيره في الحياة. عليكم السلام. وتأثير أو الإيجابيات أو الفضائل اللي أنت بتتحصل عليها ببركة إكسارك من الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكيف إنه ربنا جل في علاه بغير حالك، وكيف إنه سبحان الله جل في علاه بتزداد الخيرات والبركات عليك بإذن الله تعالى ببركة إكثارك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وما شاء الله تبارك الله، فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أنت معانا أدخل على البرنامج أو على الصفحة، أسمع التحيات، أهلا بك يا بنت غطر، وأسمع مشاركات الناس وكيف ربنا جل في علاه من عليهم ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام، مساء النور. للناس الجدد دائما بقول لكم أرجعوا للمشاهدات أو الفيديوهات السابقة. ما شاء الله قلتي دخلتيها مركز، ما شاء الله تبارك الله، ومستواها كيف متحسن، ماشي كويس يعني، والكلام والتدريب والتأهيل غير التخاطب، المهارات كيف؟ عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا. والله يا أم البنات بس كده يعني، المهم ظروف شوية، عشان كده اللايف مرات بيكون كده ومرات كده. مساء النور. عليكم السلام يا أم عدي، أهلا وسهلا بيكي وبكل المتابعين. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا
وسهلا. ما شاء الله يا جماعة، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فضل واسع. أهلا يا جاد الرب، عليكم السلام. فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فضل واسع. قال ما هي أفضل صيغة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ صالح أعظم صيغة أو أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الصيغة الإبراهيمية. الصيغة الإبراهيمية واللي هي بتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهذه هي أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فسبحان الله يا جماعة، الصلاة على النبي فرضت في ليلة الإسراء والمعراج. سبحان الله، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وكمان ربنا أمر إنه الناس المؤمنين، ما أمر عامة الناس ولا أمر المسلمين. الله جل في علاه أمر المؤمنين إنهم هم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا. عشان كده لما أنت تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فسبحان الله جل في علاه بتلقى إنه الإيمان عندك بيزيد، بتلقى إنه البركات عندك بتزيد، الخيرات الرحمات من الله جل في علاه عندك بيزيد ببركة إكثارك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ناخد لمحة كده يا جماعة، ناخد لمحة كده. والله يا روز ولا اسمك منو، في برنامج لأطفال التوحد، حسب حالة بنتك المستوى عندها كيف، أو الاضطراب شديد خفيف متوسط. فالحاجة دي يعني انت بتمشي لأخصائي وهو يجري لك المقاييس، فما حاجة يعني بتغال كده من خلف الشاشة، لأنه بتعتمد على الملاحظة. ما في حاجة اسمها سمات التوحد، يا بسيط يا شديد يا خفيف كده يعني. لكن سمات دي ما في حاجة اسمها سمات. في بسيط هو بالمقدار، يعني هل هو بسيط، هل هو كثير، هل هو خفيف، على حسب. وبعدين التدريب والتأهيل، ودايما تكون مثلا محاولة الطفل ما تخليه براه، ومثلا يكون مع اخوانه تاخدوا وتدوا معاه في الكلام كتير. فدي حاجة كويسة شديد. عليكم السلام يا المنال بنت عايشة. والله يا داب بدينا. طيب يا روز، ان شاء الله ربنا يديها الصحة والعافية. حاليا بتتكلم ولا بتتكلم؟ بتتكلم معاكم ولا من التخاطب بقت تتكلم؟ بتفهم الكلام مثلا لما ترسليها عملي كده وجيبي كده وسوي كده، ولا ما بتتكلم؟ على العموم انا ما اقدر افتليكي او ما اقدر يعني اديكي راي من خلف الشاشة، الا اذا مثلا على العموم خش على التليجرام، خش على التليجرام وراسليني خاص في التليجرام ان شاء الله اقدر افهم منك. قال الحمد لله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غضى الله حوائجي. الياس ما شاء الله. وده سبحان الله، دي اصلا فضائل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. بها تقضى الحوائج. عليكم السلام يا أمة الله. بها تقضى الحوائج، الحوائجك الواقفة، حوائجك المتأخرة، حوائجك المعرفة تجي بدين، والحوائجك المنتظرة لك زمن، سواء كان جواز، سواء كان سفر، سواء كان تأشيرة، أيا كان يا جماعة، ببركة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ربنا جل في علاه بيفتح عليك. طيب نشوف التعليق ده. قالت الحمد لله الليلة بشارة ربنا رزقني شغل من البيت مرتب ما كنت أحلم به. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، وإن شاء الله عقبال أي واحد دار يشتغل. ما شاء الله يا صاحبة التعليق. ودي هي فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، بتفتح المغاليق. سبحان الله ببركة الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم ربنا جل في علاه يفتح عليك. فسبحان الله يا جماعة، والله يعني من خلال البرنامج قالت لي يا سلمى بنتي عمرها 10 سنة حلمت بالرسول، هل الأطفال بيشوفوا الرسول في المنام؟ أيوة يا منوية، ومعانا أطفال ما شاء الله كثيرين يعني أمهاتهم
علموهم الصلاة الإبراهيمية وشافوا الرسول عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله يعني حسن، والأطفال شايفهم أسرع ما شاء الله في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كانت معانا أم هنا علمت ابنها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قالت لي سبحان الله يعني ولدها شاف رؤيا، قال لا والله يا أمي أنا شفت ناس واقفين تقريبا، يعني ما بتذكر الرؤيا عديل، وشفت في يعني شخص واقف. قال لها من شدة النور أنا ما قدرت أعاين له، خطيت يدي على بصري من شدة النور، يعني نور النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في المنام قالوا لها بيقولوا ده تقريبا، بيقولوا لها ده رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالأطفال يعني بيشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام. وما شاء الله حصلت كثير هنا في البرنامج لكثير من الأسر والأمهات ما شاء الله تبارك الله. ويا روز كانت ما أعرف زادي انت ولا أم أخرى شاركتنا، كان قصتها في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. عندها طفلين عندهم توحد، فأنا نزلت القصة هنا وفي البرنامج الأحمر، فاسمعيها عشان تستفيدي منها، اسمعيها عشان تستفيدي منها وتشوفي كيف إنه ربنا غير حالة ببركة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا الصيغة الإبراهيمية. وتقريبا قالت لي شفت رؤيا في المنام، قالوا لها أقري سورة النور تقريبا. والله القصة أنا منزلها هنا وكاتبة العنوان أمهات أطفال التوحد، القصة دي ليكم فاسمعيها. آية النور تقريبا صح؟ الناس اللي كنتوا حاضرين اللايف. على العموم انت ارجعي لها واسمعي القصة بنفسك، وإن شاء الله يعني طبقي طوالي في حياتك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بنية إنه ربنا يشفي بنتك. والله يا جماعة سبحان الله فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فضل عظيم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قاعد تكفى همه، بعد كده أي شخص يشوف همه شنو، يشوف همه شنو، بعد كده يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وبإذن الله تعالى هتشوف الفرج. ولما ربنا يفرج عليك تخلي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عندك ذكر ثابت، ذكر يومي، حاجة ثابتة عندك يوميا تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ما بقول لك ما تصلي بس انت مهموم، ممكن الإنسان المهموم يصلي، لكن الإنسان اللي بيستمر دائما دائما ما شاء الله تبارك الله بيكون في خيرات وبركات ورحمات ورفعات من الله جل في علاه. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا سلمى كيف الواحد يعجل يعني تقضى حاجته بسرعة. روز قضاء الحوائج من الله جل في علاه، قضاء الحوائج من ربنا. يعني انت بتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ربنا جل في علاه هو اللي بيقضي لك حاجتك. فانت ما بيدك حاجة انك تستعجل، انت بيدك انك تصبر وتستمر في صلاتك وسلامك على النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فانت استمري حاليا. لما تمشي الطبيب والطبيب مثلا يصرف لك دواء، يقول لك الدواء ده تاخدي حبة بالصباح مثلا وحبة بالمساء، فهل حتقول له يا اخي انا حابلع الحبوب دي كلها مرة واحدة عشان انتهي من المرض ده سريع، ولا هل جرعة شوية لحد ما تلقى نفسك بلغت الصحة؟ ولله جل في علاه المثل الأعلى. فأنت حاليا عندك هم، ما تستعجلوا، لأنه يا جماعة سبحان الله يعني الدنيا دي كلها كده مرتبة من الله جل في علاه، فما تستعجلي. أبدي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ذات سبحان الله من فضائل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إنك بفضلها سبحان الله بتبقى إنسان صبور. ببركة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام انت بتبقى إنسان صبور. سبحان الله بعد شوية بتشوف إنه همومك والحاجات دي سبحان الله شوية بتبقى إنسان عادي. حتى إذا لا سمح الله مثلا الفرج يتأخر، فبتبقى إنسان صبور، وسبحان الله بتبقى أكثر تسليما لأمر الله جل في علاه. فأنت حاليا أبدأ بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ومع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أكثري كمان من الدعاء. عليكم السلام. قالت لي كيف أنتظم في الصلاة
ويبقى لي ورد يوميا رغم إني في كرب شديد. إيمي محمود، إن شاء الله ربنا يفرج كربك. طيب، نرجع ثاني لمثال الطبيب يا إيمي. حاليا عندك حمى مثلا لا سمح الله عالية، حمى شديد، جسمك كله بيرجف من الحمى، مشيت الطبيب صرف لك علاج، انت في أشد الألم ده كيف بتحافظ على تناول الدواء؟ ليه حافظت على تناوله؟ ليه ما نسيته؟ ليه ما نسيت انك تاخد الجرعة اللي الطبيب قال لك تاخدها؟ اذا انت نسيت تلقى اهلك مهتمين، اخدت الحبة؟ لا لسه ما اخدتها. الحق زمانها فات، اخد الحبة عشان تبلغ الصحة، ولله جل في علاه المثل الأعلى. فانت حاليا في أشد الكرب، أكثري من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. في أشد المواقف أكثري من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بدل الإنسان يفكر في همه، يكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اللي ربنا بيزيل بيها الهم. فما تستعجلوا يا جماعة، ما تستعجلوا، وإن شاء الله يعني ربنا يقضي الحوائج. أختي سلمى، أختي واصلة طلاق مع زوجها، ممكن الآن أني الفرج بصلاتي على النبي؟ نعم عليه الصلاة والسلام، بإذن الله نعم. وسبحان الله يا صاحبة التعليق، معانا زي تقريبا قصتين ولا 3 قصص نفس كلامك ده. ناس وصلوا على خلاص حافة الشارع أو على حافة الانهيار، وبعد كده ما فضل إلا في الانفصال. فسبحان الله لمن أكثروا من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام رجعت المياه لمجاريها. فحاليا يعني وربنا جل في علاه بيختار لك اللي فيه الخير. فأنت حاليا أكثري من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أختك رجعت له خير وبركة، ما رجعت برضو خير وبركة، فأنت ما بتعرف الخير وين. لكن بقول لكم يا جماعة دائما وأبدا إنه بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أنت بتختلف، بتكون أكثر تسليما لأمر الله جل في علاه. الخوف اللي بيعتريك حاليا، التعب اللي بيعتريك حاليا، الهم، التفكير اللي انت فيه، يا ربي هل إذا عملت كده هل بيحصل كده؟ لا، انت لما تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة انت بتترقى في تقبل الأقدار. سبحان الله، بتكون أكثر تسليما. مثلا الهم اللي عندك الكبير، التفكير الزايد، كله بيختفي ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فالإنسان عليه بالصبر يا جماعة، أي إنسان فينا عليه بالصبر بإذن الله تعالى. ربنا يفرج عنكم زي صاحبة التعليق دي. فقالت طبعا يا سلمى في مشكلة كبيرة والله بدت تتحل لي، زول بيعرف الصلاة على النبي، في كم نفر رفضوا له إلا هو. سبحان الله يا صاحبة التعليق، أيوة بتتحلى طول ما أنت صابر، وبتتحلى طول ما أنت مرابط ومواصل. فما تستعجلوا يا جماعة، لما تبدأ بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام حافظ على أورادك، وربنا جل في علاه بيرتب لك حياتك. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الليل حنتكلم برضو عن جزئية بسيطة كده عن حلم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يا جماعة إذا مثلا كلنا مثلا الواحد يتعرض لأذى، يتعرض لمشقة، يتعرض لمثلا كراهية، ما بتلحقوا الأذى اللي بيتعرض له النبي عليه الصلاة والسلام نهائيا. ما بتلحق المواقف دي، ما بتلحق المصايب اللي تعرض لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عشان كده لما انت تكون في بلاء، يعني تكون في شدة، طوالي تخد منه مثالك اللي انت بتمتثل به أو اللي انت بتقتدي به النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يتعرض للضرب عليه الصلاة والسلام، يتعرض عليه الصلاة والسلام لأنه الأذى، يتعرض لحاجات كثيرة. فرغم ذلك عليه الصلاة والسلام صبر صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك سبحان الله يعني استمر عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله يا جماعة الأنبياء أشد الناس بلاء. فحاليا أنا ما بقول إنه في بلاء سهل، هو اسمه بلاء معناته صعب، لكن أنت بصلاتك وسلامك على النبي عليه الصلاة والسلام، بإكثارك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله جل في علاه
بتلقى نفسك بقيت أكثر صبرا، بقيت أكثر تقبلا لأقدار الله جل في علاه، بقيت أكثر امتثالا سبحان الله لأمر الله جل في علاه، بقيت مختلف عما سبق، بقيت مختلف عما سبق ببركة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب يا جماعة، بعض المواقف. عليكم السلام. طيب عند الأذان يكمل ونخلص. في المسافة دي أعمل تكبيس على اللايف. لا الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول. طيب يا جماعة، نشوف مواقف حلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين مع الإيذاء، ومع سبحان الله مع الغلظة، ومع الجفاء، ومع سوء المعاملة وسوء الأدب. يعني مواقف النبي عليه الصلاة والسلام اللي مر بها واللي تعرض بها كثيرة جدا يا جماعة من الناس أو من الكفار في ذلك الزمان. فعن أنس رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسبحان الله رداء نجراني، يعني كان بيمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام لابس عليه الصلاة والسلام رداء نجراني غليظ الحاشية، يعني قماشته كده شنو شوية غليظة. فأدركه إعرابي. شوف يا جماعة الأذى اللي تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام، فجذبه، يعني الإعرابي شد النبي عليه الصلاة والسلام من إزاره أو من قميصه أو من جلبابه عليه الصلاة والسلام جذبة شديدة، يعني جذب النبي عليه الصلاة والسلام جذبة شديدة. هسه يتخيل انت كده مثلا في موقفك ده انسان يجي يعتدي عليك، يجرك من قميصك جر شديدة لحد ما تنطبع على جسمك، فهل انت حتكون صبور انك ما تضرب، انك ما مثلا ما تنهار، انك ما تغضب؟ هل حتكون صبور؟ فكده تخيلوا الموقف ده يا جماعة، هل انت حتكون صبور؟ حتكون حليم على الشخص اللي جاك ده او اللي جراك من قميصك او اللي اعتدى عليك؟ فبتكون صبور ولا طوالي حتبادر انك تضرب او تبادر انك تدافع عن نفسك؟ فهنا شوفوا يا جماعة حلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فالشخص ده أو الإعرابي ده جذب النبي عليه الصلاة والسلام جذبة شديدة، حتى إن الصحابي قال سبحان الله: نظرت إلى عنق النبي عليه الصلاة والسلام، والجذبة دي أو الجرة دي عملت أثر على جسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عليكم السلام. فقال شنو سبحان الله يعني من شدة الجذبة. فالإعرابي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. يعني هو جاي يطلب، ومع الطلب غلظة في التعامل، مع الطلب سوء أدب في التعامل سبحان الله. فقال له: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله يا جماعة من حلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما نهروا عليه الصلاة والسلام ولا يعني ضربوا ولا فالتفت إليه عليه الصلاة والسلام، بس إنه النبي ضحك صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء. فشوفوا يا جماعة هنا حلم النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم آمين يا ذا المتفاعل. تسلم. شوف هنا حلم النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل، ودي يا جماعة سبحان الله مرحلة، ودي مرحلة يا جماعة سبحان الله جل في علاه
بإذن الله تعالى الواحد يصل ببركة إكثاره من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والأمثلة على ذلك، أمس كانت معي واحدة من الأمهات فقالت لي سبحان الله أنا ببركة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الصيغة الإبراهيمية بقيت أعامل أطفالي معاملة مختلفة، بقيت سبحان الله أكثر رقة، بقت أكثر سبحان الله تعامل أكثر رقة مما سبق. قالت لي بقيت ما بكورك في أولادي، بقيت ما بنهرم، بقيت ما بعلي صوتي، بقيت سبحان الله أكثر هدوءا، أكثر طمأنينة، أكثر راحة. فشوفوا يا جماعة المراحل أو الدرجات اللي أنت بتصلها أو الرفعات اللي أنت بتصلها ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، خصوصا بالصيغة الإبراهيمية. فشوفوا سبحان الله يا جماعة الموقف ده كيف يتجسد حلم النبي عليه الصلاة والسلام في تعاملاته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، رغم الإيذاء في التعامل، رغم تعامل الناس معه بغلظة عليه الصلاة والسلام، لكن هو صلى الله عليه وسلم كان سبحان الله أكثر حلما، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فكده الليلة يا جماعة كلنا نتخيل الموقف ده، إنسان شداك من قميصك لحد ما الشدة دي طبعت على قميصك، فهل أنت حتكون أكثر غلظة؟ فهل نحن كلنا حنكون أكثر حلما ولا حنكون غليظين وندافع ونضرب؟ فشوفوا سبحان الله فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فسبحان الله يا جماعة قال 7 شهور عيانة وكل العلاجات ما جابت نتيجة، والرقية وسورة البقرة والصلاة الإبراهيمية زادت الأعراض. دانية بإذن الله الفرج قرب. فعارف عارفة لما يشتد الضيق، لما يشتد الكرب معناته الفرج قرب بإذن الله تعالى. فالإنسان عليه يصبر. وعلى فكرة أنت يعني على الحاجات دي عند الله جل في علاه ربنا بيجزيك بيها خير. على البلاء تؤجر، وعلى الصبر تؤجر، وعلى الاحتساب تؤجر. في انت احتسبي الحاجات اللي انت فيها دي كلها عند الله جل في علاه وكلها خير، وربنا جل في علاه يكتب لك بها بإذنه أجر. فما تتخيل انه كل شيء بيمشي ساي، حتى انه سبحان الله يا جماعة الشوكة دي إذا طعنتك انت بتاخد بها أجر عند الله جل في علاه. دايما بيجيني إحساس انه حتحصل معجزة، انه ربنا يشفيني في نفس الوقت الوسواس يزيد. يلا بعد كده انت عرفتي انه ده وسواس، عرفتي اتيقنتي انه ده وسواس. طيب ليه انا اركز مع الوسواس؟ ما دام انا عارف انه ده وسواس اركز معاه ليه؟ ما اركز مع الحاجة اللي انا عارفة. استمر في صلاتك وسلامك على النبي عليه الصلاة والسلام. وقلت بيجيني احساس انه حتحصل معجزة، معناته تصدقي احساسك اللي بيجي كده، الإحساس اللي بيجيك بالجميل ده صدقيه، لأنه مع التصديق بإذن الله تعالى بيحصل الحاجة اللي انت صدقتيها. عشان كده يعني أصبري. وسبحان الله يا جماعة يعني البلاء عند الله جل في علاه عنده زمن، البلاء عند الله جل في علاه فيه زمن. وكلنا شايفين يعني الشعب السوري مبتلى كم سنة، في النهاية يعني ربنا جل في علاه من عليهم فجأة كده لما رفع البلاء العالم كله التفت ليهم سبحان الله، استغرب في الحاجة اللي حصلت. فكل شيء عنده زمن، وكل شيء بإذن الله تعالى عند الله جل في علاه بأجره. صح البلاء صعب، والله ما بقول لكم إنه في حاجة سهلة، والله البلاء صعب، لكن سبحان الله الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بتهون الصعاب. الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ربنا جل في علاه يهون بها الصعاب. عشان كده سبحان الله جل في علاه أهل الصابرين يعني قالوا في ناس يوم القيامة بيطلعوا من القبر والجنة مباشرة. فسبحان الله ديل الصابرين، الناس اللي صبروا واحتسبوا في الدنيا دي، كمان ربنا بيجزيهم في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. يعني ربنا يشفيك ويعافيك يا دانيا. وسبحان الله يا دانيا يعني معانا عندها بنتها مريضة لها 11 سنة، إذا أنت ما عارفة جديدة ولا قديمة. فبنتها 11 سنة مشلولة. قالت لما بديت أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بالصيغة الإبراهيمية حاليا بنتي ما شاء الله بقت تحبب. فشوفي إنسانة طريحة الفراش
12 سنة لا بترفع يد، لا بترفع رجل، ولا حركة ولا أي شيء، كل شيء على أهلها، اهتمام من مأكل من مشرب، كل شيء على أهلها. حاليا ما شاء الله ببركة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والحوقلة، حاليا قالت لي بنتي بقت تحبو. فقلت لي والله لما شفت الموقف احنا ذاتنا، قلت لي ناس البيت كلهم قاعدين يعني يكوركوا، يعني اصدروا اسود شنو الحاجة المعجزة اللي حصلت دي. فانت حاليا يا دارينا حاليا صدق الاحساس اللي بيقول لك ان في معجزة حتحصل، معناتها باذن الله تعالى في معجزة حتحصل. فما تلتفتي الى الوساوس. سبحان الله يا جماعة، موقف تاني من مواقف حلم النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وربنا يرزقنا وإياكم يا رب حلم النبي عليه الصلاة والسلام. عن السيدة عائشة رضي الله عنها إنها قالت: استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السأم، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا ليش شنو السأم أو الموت عليكم. شوفوا يا جماعة الغلظة في التعامل، قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام السأم أو الموت عليكم. فقالت عائشة: بل عليكم السأم واللعنة. السيدة عائشة رضي الله عنها هنا ردت لهم قالت لهم عليكم، بل عليكم السأم واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. شوفوا يا جماعة سبحان الله، رد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قال لها يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. بعد يعني كلام الغليظ ده سبحان الله اللي قالوه، فالنبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله ما ثار ولا غضب ولا سبحان الله يعني تعامل معهم بغيظة، فقال لها إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت السيدة عائشة: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت وعليكم. يعني بس رد واحد الساء عليكم، بس قال لهم وعليكم وبس، لا سبحان الله يعني كلام زايد عن ما هو فيه، ولا كلام زايد عن هم اللي قالوه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فشوفوا يا جماعة الرفق في التعامل من النبي عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله يا جماعة، عشان كده البكثير من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، زي حال كثير من الناس وخصوصا الناس القديمين معانا في البرنامج، بيقول لك والله أنا بقيت أكثر رقة، بقيت أكثر حلما وأجمل تعامل سبحان الله عما سبق، ببركة الصلاة على النبي المختار عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كمان يا جماعة من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام، كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج وجهه عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد. يعني ضربوا النبي عليه الصلاة والسلام على وجهه سبحان الله، والصحابة سبحان الله شافوا الموقف الصعب ده. يتخيل إنسان عليه الصلاة والسلام يضرب والدم يعني يسيل على وجهه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصحابة قالوا له وقالوا: لو دعوت عليهم، يعني قالوا له يا رسول الله يعني أدعي عليهم يعني المشركين ديل. فهنا شوفوا سبحان الله يا جماعة الحلم في عز الألم، الحلم في عز التعامل الصعب، إنه سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام مضروب والدم سائل من وجهه عليه الصلاة والسلام، وبعد ده سبحان الله صلى الله عليه وسلم رفق شديد سبحان الله. قال لهم شنو النبي عليه الصلاة والسلام؟ رده للصحابة قال لهم: أني لم أبعث لعانا، إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت داعيا رحمة لهم. سبحان الله، على الرغم من الصعوبة دي، على الرغم من التعامل الصعب ده سبحان الله اللي مر بين النبي عليه الصلاة والسلام، ما دعا عليهم عليه الصلاة والسلام. فردوا للصحابة قال لهم: أنا لم أبعث لعانا ولكني بعثت داعيا رحمة لهم، اللهم أهدي قومي فإنهم لا يعلمون. سبحان الله، من رغم التعامل دعا لهم عليه الصلاة والسلام، دعا لهم بالهداية، رغم غصوة التعامل دعا بأنه قال شنو قومي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فشوفوا يا جماعة سبحان الله مواقف حلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحان الله حاليا يا جماعة يعني لو لاحظتوا كثير يعني من الناس اللي بيتعاملوا بتعاملات الإسلام سبحان الله، وخصوصا الناس اللي بيكونوا في بلدان مثلا غير مسلمة،
فبتلقى انه في بعض الناس بيقول لك والله انا دخلت الاسلام من تعامل مثلا الجاريدة بس. كيف؟ اي والله انا دخلت الاسلام من خلال تعاملك بس، انا دخلت الاسلام. فسبحان الله في قصة من القصص يعني كان لاقتني انه في سيدة تقريبا هي عايشة في البلدان ما مسلمة، وسبحان الله او هو شاب تقريبا هو شاب عايش في بلد غير مسلم. فترتيب القصة فسبحان الله المهم هو بيودي هدومه او ملابسه يغسلوها له. فتقريبا في المغسلة الشخص المشرف أو الشخص اللي بيغسل الملابس لاحظ على ملابس الشاب ده النظافة. فسبحان الله هم يعني عزكم الله بعض الناس اللي ما مسلمين يعني الواحد عزكم الله إذا دخل الحمام أو كده ما بيستخدموا الماء، بيستخدموا المناديل، يعني الحاجة اللي بتكون شفتوها. فهو لاحظ إنه ملابس الإنسان ده نظيفة ما فيها يعني عزكم الله بقايا من عزكم الله فضلات إنسان أو كده. المهم يعني لاحظ، فقال له يعني أنت إنسان نظيف وأنت إنسان كذا وأنت إنسان كذا. فقال له يعني أنا ديني يعني بيأمرني أو بحثني إني أتنظف وأتطهر. فقالوا سبحان الله الإنسان ده يا جماعة أسلم بموقف الشاب ده، دخل في الإسلام تقريبا القصة كده في بموقف الشاب ده بس. سبحان الله من خلال التعامل، من خلال ملاحظته له لنظافته لرقته، سبحان الله إنه مختلف عن الناس الآخرين. فسبحان الله جل في علاه دخل في الإسلام. فهنا تعامل النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة سبحان الله بالرقة دي وبالحلم ده سبحان الله جذب التعامل ده، جذب كثير من الناس سبحان الله في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ودخلوا في الإسلام بشنو؟ بحلم النبي عليه الصلاة والسلام وبتعاملات النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فهنا شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه مضروب عليه الصلاة والسلام وسبحان الله شق يعني ضرب في رباعيته وشق وجهه عليه الصلاة والسلام، بعد كده قال اللهم أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وكمان نسبهم إليه عليه الصلاة والسلام اللهم أغفر لقومي. فشوفوا يا جماعة سبحان الله حلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. حاليا يا جماعة اللي بيكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله جل في علاه بيلقى نفسه إنه بينتهل من خيرات النبي عليه الصلاة والسلام، من تعاملات النبي صلى الله عليه وسلم، حسن الاتباع للنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بإذن الله تعالى بيجيك ببركة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسبحان الله يا جماعة الواحد من العلماء اسمه الغادي عياض في كتابه يعني قال سبحان الله يعني من قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال جماع الفضل ودرجات الإحسان وحسن الخلق، من رد النبي عليه الصلاة والسلام الفضل درجات الإحسان حسن الخلق وكرم النفس وغاية الصبر عليه الصلاة والسلام وغاية الحلم. وكمان شنو إنه ما يقتصر عليه الصلاة والسلام في السكوت عنهم وعفى عنهم لمن شقوا وجهه عليه الصلاة والسلام سبحان الله، بل أسهر عليه الصلاة والسلام شنو سبب الشفقة والرحمة بقوله عليه الصلاة والسلام اللهم أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. شوفوا رغم إنه مضروب عليه الصلاة والسلام ورغم الأذى قال اللهم أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وسبحان الله دي رحمة ودي شفقة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين لغمه صلى الله عليه وسلم. عشان كده يا جماعة سبحان الله من الحاجات الملاحظة ما شاء الله تبارك الله في البرنامج والمشاركين ما شاء الله من الحاجات الملاحظة في حياتهم إنه ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أصبحوا ما شاء الله تبارك الله أكثر حلما، أصبحوا ما شاء الله تبارك الله أكثر طمأنينة، أصبحوا أكثر راحة نفسية، أصبحوا سبحان الله أكثر هدوءا، فأصبحوا سبحان الله أكثر يعني تقبلا لأقدار الله جل في علاه. والله يا جماعة معي ناس سبحان الله بسبب حرب السودان فكانوا ما بينوموا من شدة الهم ومن شدة الألم من شدة الوجع اللي هم فيه، ما كانوا بنوموا، فبيجي عليهم الليل وهم يعني صاحين. فسبحان الله وأخرى قالت لي أنا سبحان الله
بنوم بتجيني هلاوس، كوابيس، ياهو بسبب الحرب. بشوف بحلم انه في دانة واقعة علينا، بحلم انه قتلوا اهلي، قتل المواقف اللي شفتها كلها بتجيني في المنام. اول ما بديت بالصيغة الابراهيمية، اول ما بديت بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قالت لي سبحان الله جل في علاه كل الحاجات دي اختفت. فحاليا قلت لي سبحان الله في نومي الحمد لله والشكر لله بقى في راحة، الحمد لله بقيت أكثر سكينة، الحمد لله بقى في اطمئنان داخلي، اطمئنان قلبي سبحان الله ببركة الصيغة الإبراهيمية. فحاليا يا جماعة احتمال في اللايف يكون في إنسان مهموم، احتمال يكون في إنسان مغموم، احتمال يكون في إنسان موجوع، احتمال يكون في إنسان قاعد وحيد، أيا كانت الحالة اللي انت فيها. فالمهم أكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالصيغة الإبراهيمية، فبها تكفى همك، بها يكفيك الله جل في علاه الهم ببركة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله يا جماعة رحمات وبركات سبحان الله تتنزل عليك في حياتك. والنبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة كان أحلم الناس صلى الله عليه وسلم، أحلم الناس يتجاوز عن المسيء، يتجاوز عن المسيء. يعني إذا أسيء له عليه الصلاة والسلام لا يرد الإساءة بالإساءة. بس حاليا التعامل ده يا جماعة، التعامل النبوي ده يعني في حياتك، هل في حياتنا كلنا هل موجود بكثرة؟ هل إذا أسيء إليك بتسكت ما بترد الإساءة بالإساءة؟ فسبحان الله، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتجاوز عن المسيء، فسبحان الله فتجاوز النبي عليه الصلاة والسلام عن المسيء يضيء سبحان الله قلب المسيء ويدخل في الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما بيرد الإساءة، فسبحان الله عدم الرد بتاعه ده عليه الصلاة والسلام وتعامله ده سبحان الله بيخلي الشخص الأساء يدخل في الإسلام. فكان سبحان الله يا جماعة يعني موقف كده من مواقف الحياة حكت لنا يعني واحدة من كانت جاراتنا زمن السودان. المهم قالت سبحان الله انه في راجل المهم في السوق، فحصل موقف، المهم ما عارفة هم نسوان ولا كانوا رجال، فواحد فيهم ضرب الثاني، فضربوه ما رد الضربة بالضربة، فقال له يا أخي الله يسامحك وبس. فسبحان الله قالت الراجل الآخر ما عارفة هو سيدة ولا رجل، قال له والله إلا تضربني، قال له والله يا أخي أنا ما بضربك، قالوا قاعد يبكي والله إلا تضربني إلا ترد لي الضربة اللي أنا ضربتك ليها، فقال له والله ما بضربك. فشوفوا يا جماعة سبحان الله الندم والألم اللي سببوا الشخص ده أو اللي تركوا له بأنه شنو تجاوز عن الإساءة، ما رد له إساءته بنفس الإساءة سبحان الله جل في علاه. فهنا السلوكيات النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد الإساءة بالإساءة. سبحان الله من الحاجة دي أدخلت ناس كثيرة في الإسلام. متى تظهر نتائج الصلاة على النبي من تجاربكم؟ والله نتائج الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي إذا كنت مثلا بتقصدي تفريج الهم فدي حاجة يعني عند الله جل في علاه. في ناس حاليا في اللايف ما شاء الله الناس القديمين ربنا فرج عليهم من خلال ليلة واحدة، في ناس أسبوع، في ناس شهر، دي حاجة بترجع لربنا جل في علاه. لكن انت أول ما تبدي تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فسبحان الله ربنا يصلي عليك 10 صلوات، يرفعك 10 درجات، يحط عنك 10 سيئات، يكتب لك 10 حسنات. فدي كرم من الله أو سبحان الله يعني فضائل مباشرة من الله جل في علاه. أما إذا بتقصد يعني متى يفرج الهم فدي حاجة عند ربنا وعلم الغيب عند الله جل في علاه، لكن الإنسان عليه بالاستمرار، الإنسان عليه بالاستمرار الصلاة والسلام على النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فكانت معي واحدة هنا سبحان الله قالت لي أنا مؤجرة محل تجاري هي، وصاحب المحل طلب إنها تخلي المحل، وهي يعني خارج السودان،
بسبب الحرب وكده يعني، فقفلت المحل. فقال لها أنا داير المحل. فكانت في هم، قالت لي والله كنت في هم ما يعلم به إلا الله. فقالت لي سبحان الله صادفني فيديو من الفيديوهات هنا بتتكلم عن قصة بفضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت لي سبحان الله الليلة دي مباشرة قالت لي من لاقاني الفيديو طوالي بديت أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت لي الصباح اتفاجأ بصاحب المحل اللي هي مستأجرة منه. فقال لها يا أخي خلاص ما مشكلة، عليه راحتك واقعد في المحل، وقت ما تدفعي تدفعي. فقالت لي والله أنا اتفاجأت مفاجأة عجيبة. إنسان كان مصر إنه أنا أطلع، وكان مصر حتى إنه يعني تقريبا قال لها طلع لك عفشك وطلع لك حاجاتك اللي في المكتب وشيل المحل. فسبحان الله تغيير توتالي. الصباح قال لها ما مشكلة، وكلام لين وكلام بارد. فعشان كده انت يعني ما بقول لك انه صلي على النبي عليه الصلاة والسلام اسبوع وربنا يفرج همك، لانه دي حاجة في علم الغيب، ودي حاجة عن ربنا. لكن انت اذا استمريتي في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بإذن الله تعالى ربنا جل في علاه يفرج همك. المهم انه الانسان يستمر ويواصل من الصلاة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقبل ما تكون، ودي يا جماعة حاجة من المفاهيم اللي لازم تخطوها أو تغرسوها في عقلكم، قبل ما تكون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يعني ربنا يفرج بها الهم، هي أمر من الله جل في علاه. يعني كونك تصلي على النبي انت مأمور تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بعد كده الخير اللي انت بتلقاه فيها فده من كرم الله جل في علاه. لكن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي أمر رباني، أمر رباني. يعني سبحان الله تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام لأنك مأمور. فخدت المفهوم ده أو أغرس الحاجة دي في عقلك. عشان شنو؟ عشان مثلا لما انت تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وقت الضيق وضيقك يفرج، ما معناته انك تخلي الامر الالهي. استمر في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وبإذن الله تعالى ترى بها الخيرات والبركات من رب السماوات. وصلى اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة يعني كان سبحان الله يبكي على أمته عليه الصلاة والسلام حتى تتبلل لحيته. يبكي عليه الصلاة والسلام حتى تتبلل لحيته ويقول أمتي أمتي. فشوف يعني الأمة ترد الجميل يا جماعة، الأمة ترد الجميل، الأمة يعني تلتزم بفعل النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة الإبراهيمية أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. بعد الله جل في علاه خير معين، خير معين على إنك تكون أكثر قربا من الله، أكثر تطبيقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر امتثالا لأمر الله جل في علاه. صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين. لحد هنا ونقف في تعاملات النبي عليه الصلاة والسلام وحلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بالمختصر المفيد. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا من خلال البرنامج هنا، إذا من الناحية العلاقات الزوجية ما شاء الله تبارك الله صلحت من الله جل في علاه ببركة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. من ناحية الشفاء من الأمراض في ناس كثيرة ما شاء الله شفيوا من الأمراض أو شفاهم الله جل في علاه من الأمراض ببركة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. من ناحية الأسحار ناس كثيرة ربنا شفاهم من الأسحار ببركة الصيغة الإبراهيمية. من ناحية قضاء الحوائج ناس كثيرة ما شاء الله ربنا قضى عنهم الحوائج ببركة الصيغة الإبراهيمية. سواء كان الزواج ما شاء الله معانا شاب يتزوج ببركة الصيغة الإبراهيمية ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لي والله لا أملك فلسا، لا عندي مال، لكن قال لي سبحان الله لما التزمت بالصيغة الإبراهيمية الحمد لله الشكر لله جاني مال لحد ما فاض. إذا كنت مثلا من الناحية السفر ناس كثيرة ربنا ييسر لهم السفر ببركة الصيغة الإبراهيمية أو ببركة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أهلا وسهلا يا مصعب. فعشان كده يا جماعة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في كل نواحي الحياة وكل نواحي المجتمع أو في كل المشكلات اللي في المجتمع سبحان الله تأثير الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام
ما شاء الله أكثر، بل وسبحان الله الأكثر أو الأعظم من ذلك من ناحية الجمال، من ناحية الجمالية. معي واحدة من المشاركات أو المشاركات قالت لي أنا كان عندي كلف في وجهي يعني سبحان الله كثير، فقالت لي سبحان الله بقيت أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وبشيل من الريق الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وبخده على الكلف، والله قالت لي الكلف كله اختفى، كله. قلت لي سبحان الله اختفى، حتى انه اهلها قالوا لها انت مشيتي لطبيب ولا مشيتي؟ قلت لهم والله ولا مشيت لطبيب ولا اخذت دواء، انا بس بصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وبشيل من ريقي وبخده على وجهي والحمد لله. قالت لي الكلف كله ما شاء الله تبارك الله اختفى من وجهها. فعشان كده يا جماعة قول النبي عليه الصلاة والسلام تكفى همك، تكفى همك أيا كان الهم. سبحان الله ربنا يكفيك الهم ببركة الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. وسبحان الله يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام هو رحمة للعالمين، رحمة مستمرة إلى يوم ما يبعثون وبعد ما يبعثون عليه الصلاة والسلام رحمة. فعشان كده لما تكثر من الصلاة على نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم سبحان الله جل في علاه تأتيك الرحمات والبركات. اللهم آمين يا رب العالمين، ويرزقنا جميعا رؤية النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قالت لي ممكن أطلب منك طلب وأنت بتصلي بين الصلاة تدعي لزوجي ربنا يفك الكرب ويسدد الدين. آمين يا إيمي، إن شاء الله ربنا يفرج عنه دينه وكربه، خليه هو يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يا ريت تعملي لنا تسجيل في التليجرام مكرر من الصلاة الإبراهيمية إن شاء الله. هنا في على فكرة في الصفحة هنا في فيديو فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مكررة، ممكن ترجع إليه وبتلقيه. اللهم آمين. في التليجرام هنا في، لكن في التليجرام ما في. هل الصلاة على النبي تغوي الشخصية؟ أيوة بإذن الله نعم، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بتغوي الشخصية والله. إذا كان عندك رهاب اجتماعي، إذا كان عندك خوف، إذا كان عندك ما بتعرف تواجه الناس، ما بتعرف تواجه المجتمع، ما بتقدر تتكلم وسط ناس كثيرة، سبحان الله سبحان الله جل في علاه بعد الصلاة الإبراهيمية ما شاء الله تبارك الله حال ناس كثيرة هنا اتغيرت وما شاء الله بقوا شخصيتهم أقوى مما سبق. تكفى همك يا جماعة. يبقى همك شنو؟ ضعف شخصية، رهاب اجتماعي، فوبيا من حاجة معينة، عندك كلف، عندك تساقط، أيا كان الهم، عندك مشاكل مع زوجتك، عندك مشاكل مع زوجك، عندك خلافات مع ناس، أيا كان الهم يا جماعة ببركة الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم ربنا جل في علاه يكفيك الهم. عشان كده انت ما تقول هل بتنفع للهم الفلاني، ايا كان الهم اللي عندك بحول الله جل في علاه هي نافعة. نافعة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. انت سودانية؟ أنا سودانية عليه الصلاة والسلام. طيب ناخد القصات يا جماعة إن شاء الله، ليه ناخد قصات كثيرة. أدعو لي ما أتطلق. الناس مشاكل الطلاق دي يا جماعة السودانيين ولا غير السودانيين؟ لأنه سبحان الله يعني كان مرة لاقاني فيديو قال بسبب الحرب دي حصلت طلاقات كثيرة وخلافات كثيرة بين الأزواج وخراب في البيوت. فسبحان الله سواء كانت المشاكل اللي بينكم بسبب الحرب الناس تصبر يا جماعة، بإذن الله الحروب دي تنتهي والناس ترجع زي ما بيقولوا سمنة على عسل. على العموم أكثري أنتي من الصيغة الإبراهيمية للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وإن شاء الله ربنا يصلح ما بينكم. ما مشكلة يا ماريا، إن شاء الله إن شاء الله ربنا يصلح حال بينكم. أدعو لي يرجع لي خطيبي فجأة انفصلنا، إن شاء الله يعني ربنا يرجعك لخطيبك اللي فجأة انفصلتوا. والله يا صاحبة التعليق ما رأيك في الكتاب؟ أنا بقول لك صلى على النبي عليه الصلاة والسلام بالصيغة الإبراهيمية، فدي الحاجة اللي بقولها ودي الحاجة اللي بشجع بيها.
قال أول مرة أسمع أدعو لي أنا أتطلق. يا لطيف. آمين يا علوية، آمين يا رب جمعا. فطيب ناخد وقفة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بعد كده نقبل القسات اللي عنده قصة يطلع يشاركنا بيها. الحمد لله من بقيت بصلي على النبي حياتي تغيرت كتير. أسير الغرام وهي كذلك، يعني ده المرجو من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، التغيير للإيجابية، التغيير للأحسن، التغيير للأفضل ببركة الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ود السارة. والله يا أخي الطلاق ذاته يعني مرات على فكرة إصلاح للمشاكل. مرات الناس بيشوفوا إنه هو ما يعني ما يطلق، ولكن هو بيكون فيه صلاح على فكرة. لكن إن شاء الله يعني ربنا يصلح ما بين الناس، ما معناته إنه ندعو للطلاقات، لكن إن شاء الله ربنا يصلح ما بين الناس. وأكثروا من الصلاة على النبي المختار عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلين يا فاطمة. والله يا فاطمة موجودين، لكن انت ما فيشة. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب اللهم ناخذ وقفة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بعد نقبل القسات. أنا بشغل فيديو لكم للصلاة على النبي وبردد داعي صح، ما فيها حاجة عادي. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم آمين جمعا كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والله يا جماعة سبحان الله، إحساس بالخفة والراحة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونفتح باب القسط. طيب نقبل باب القسط.
القصد يلا يا جماعة للمشاركات خلاص. فحاليا احنا عملنا يعني كلنا ما شاء الله تبارك الله الوقفة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا يشفيه ويعود عليه. فحاليا نقبل القصة للمشاركات، القصة إضافة أيا كانت إضافتك. طيب أهلا يا بلسم الروح، أهلا وسهلا. آمين جمعا. طيب نقبل القصات. قصص إيجابية والله يا دانيا، ما عندنا غير القصص الإيجابية ما شاء الله. فأرجعي انت للمنصة الحمراء وأرجعي للمنصة دي أو المنصة الزرقاء، فكلها قصص يعني عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عليكم السلام يا استبرق، أهلا بك، كيفك؟ كيف صحتك؟ الرابط في المنصة برا يا جماعة، الرابط هنا برا في الصفحة دي أو عبر البرنامج الأحمر في المنتدى. طيب دقيقة أشرح لكم طريقة الرابط دي، مع إنه ما عارفة الإضاءة هنا تنفع ولا ما تنفع. الناس اللي في القصد السلام عليكم. ما في أصلا شخص. طيب دقيقة هشرح لكم طريقة اللينك بتاع التليجرام وتدخلوا عليه إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك. عليكم السلام. رزة أكثري من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يا رزة، أكثري من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تكفى همك. بعدين ما معروف، ما معروف، يمكن ما لا يمكن يعني ما في خير، يمكن ما في خير. فأنت أكثري من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام على أي يعني ربنا إن شاء الله يصلح حالك. أهلين، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تمام والله، كيف انتو؟ ليه لا ما أعرف الناس دي شبكتها كعبة ولا الشبكة عندي أنا كعبة؟ قالت مرات الصلاة الإبراهيمية تبعد عنك الأشخاص السيئين. أيوة فعلا، ودي ما شاء الله يعني حصلت كثيرة، إنه ما شاء الله تبارك الله ربنا جل في علاه منع عنهم الناس السيئين ببركة الصلاة على النبي. ما هي صيغة الصلاة على النبي؟ الصيغة الإبراهيمية اللي هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
طيب يا جماعة، بالنسبة لشرح كيف تدخل جروب التليجرام أو جروب البرنامج الأحمر. قال امبارح قلت الصلاة الإبراهيمية قبل الفجر بربع ساعة فقط، هل كافية ونافعة أم يجب أعداد كبيرة؟ والله خلي عندك ورد ثابت، خلي عندك ورد ثابت وورد يومي من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يوميا انت بتصلي على النبي عليه، يعني ما تصلي يوم واحد وتقيف. استمر انت، لأنك على قدر ما تستمر في الخير ده الخير من الله جل في علاه يستمر عليك بإذن الله تعالى. عليه الصلاة والسلام. بقت لي تقيلة اليومين، بقيم الليل بركعتين وبستغفر 100 وتهجد ذكر 100 والصلاة الإبراهيمية دعواتكم. إن شاء الله ربنا يعينك. الثقل ده بإذن الله بيروح، الثقل بالاستمرار بيروح. هل يجب الإعداد الكبير؟ إذا مثلا افترضنا إنك بتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يوميا مثلا 100 صلاة إبراهيمية، ده مع خير وبركة. وبعدين قليل دايم خير من كثير منقطع. إذا أنت يوميا عندك مثلا ورد من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ولو حاجة بسيطة، خير وبركة أحسن من العدم. طيب يا جماعة، بالنسبة للناس اللي بتقول ما بعرف أخش الروابط، ما أعرف الصفحة هنا، دي الصفحة دي بتجيبها من برا كده. فهنا دي القصص ملاحظين. فدي الصفحة من برا، فهنا في رابطين، في رابط لسه الإضاءة شوية عالية، هنا في روابط لو ضايفين تضغط على الرابط بيجيك رابط واحد ورابط اتنين، تضغط على الرابط اتنين ده. بيقول لك إخلاء المسؤولية والكلام ده، قول لا هاي بتجيك الصفحة هنا لو ملاحظين. دي صفحتي التانية عبر البرنامج الأحمر، بتمشي خطوة خطوتين بديك حاجة اسمها المنتدى. هنا بتقول تسجيل الدخول أو تنسخ الرابط. يا تضغط تسجيل الدخول يا تنسخ الرابط وترسل عندك في الواتساب. من خلال الواتساب الدخول بيبقى لك سهل. أو الطريقة الثانية تضغط هنا بيجيك رابط التليجرام، تضغط عليه شديد. فوق في 3 نقاط، تضغط على ال3 نقاط دي، تقول نسخ الرابط. هذه موجودة يا جماعة، سهلة. نسخ الرابط اتنسخ. تمشي تطبع الرابط في الواتساب عندك، من خلال الواتساب بيقولك الدخول سهل. حركات سهلة وبسيطة. أيوة. طيب شو قصة آخر؟ عليكم السلام. سهل يا جماعة، الدخول سهل ما صعب. إن شاء الله إن شاء الله. لا يا ساجدة، أي واحد مختلف، نفس الاسم لكن أي واحد براوي يعني. فأنت شوفي عايزة تدخلي فيها فيه. اللي الحاصل شنو يا جماعة؟ ناس القستات. عارفة الليلة في مشكلة، على العموم ما في قصدي ناوي صلاة على النبي كم مرة في اليوم. والله كم مرة دي حاجة انت يعني بتحددها.
انت بتشوف داير تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وردك خلال اليوم كم، فشوف انت داير تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى عليه حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته الشفاعة، أو شنو دخل فيما معنى الحديث في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب انت إذا عايز أكثر، عاوز تكفى همك وترتفع درجاتك، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وخلي عندك يعني مثلا في اليوم ورد ثابت من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كيف أقدر أركز فيها؟ المهم إنك تصلي حاليا، المهم إنك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. التركيز والتمعن فيها بيجيكي مع الأيام، مع الاستمرار، فبتلقي نفسك سبحان الله بقيتي أكثر تركيزا. فحاليا ما تشغلي نفسك كيف أركز وكيف ما أركز، حاليا أشغلي نفسك بإنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والتركيز مع الأيام بإذن الله بيجيك. الليلة في مشكلة يا جماعة في القستات، ما عارفة المشكلة وين، بالرغم إنه الناس ما شاء الله كتيرة يعني عاملة قسط، لكن ما راضي الليلة يقبل قسط، ما عارفة المشكلة وين. هل الصلاة على النبي كافية من غير هالأذكار؟ كيف يعني كلها كافية من غير الأذكار؟ من بركات الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إن سبحان الله بتيسر لك باقي الأذكار. يعني حاليا انت مثلا في صعوبة انك تذكر الله، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بيها ربنا بعينك على انك تأتي بباقي الأذكار. فاللي بيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة دايما ما بقيف بس في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بتلقى نفسك ما شاء الله مع الأيام إنك بقيت تستغفر، إنك بقيت تسبح، إنك بقيت تحوقل. فعشان كده ما في بتستمر إن شاء الله. طيب يا جماعة الليلة في مشكلة، ما أعرف المشكلة وين. عليكم السلام. نسختيه يا جواهر تقريبا. طيب نخلي باب القسط لأنه في مشكلة الليلة في القسطات. شايفين إنه الواحد بيطلع وبينزل، بيطلع وبينزل. والله ما عارفة تاني الطريقة كيف، ظاهر لكن ما عارفة ليه في مشكلة الليلة، ما عارفة المشكلة وين. ده شنو هذا يصير؟ والله القصات كثيرة لكن ما في قصتي راضي يزبط، ما عارفة في مشكلة في اللايف الليلة، استرنا الله من المشاكل. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا يا هدى، أهلين بك. والله إلا كده، إلا نقفل وتاني نرجع، لأنه القصات كثيرة ما شاء الله لكن ما في. طيب كده نجرب نقفل وتاني نفتح. خلاص أقفل البث وتاني أرجع نفتح قصتي جديد، نفتح لايف جديد إن شاء الله.